في أعماق العوالم غير المرئية، حيث تمتزج الحقائق بالأسرار، نجد أنفسنا أمام أحد أكثر المواضيع إثارة وغموضاً: عالم الجن والسحر. هل تساءلت يوماً عن طبيعة هذه الكائنات الغامضة؟ عن قصص السحر التي تملأ التراث الشعبي وتجعل العقول تتساءل. الجن، تلك الكائنات الخفية التي يعتقد بأنها تعيش معنا في هذا العالم، ولكن في بعد آخر تعيش حياتها وتؤثر في حياتنا بطرق لا يمكننا رؤيتها أو فهمها بسهولة. من القصص الشعبية إلى المعتقدات الدينية، يظل الجن جزءاً من حكاياتنا وأساطيرنا. أما السحر فهو فن قديم تتنوع تقنياته وأساليبه من ثقافة لأخرى. البعض يراه مجرد خدعة، والبعض الآخر يعتقد بوجود قوى خفية تتحكم فيه. كيف يتم استخدام السحر؟ وما هي القواعد التي تحكمه؟ وهل يمكن للإنسان العادي أن يتعلم هذه الفنون؟ في هذا الفيديو سنغوص في أعماق هذه العوالم المثيرة، نستكشف الأساطير والحقائق، نروي قصصاً مرعبة ومثيرة، ونحاول أن نفهم ما يخبئه عالم الجن والسحر. هل أنت مستعد للانضمام إلينا في هذه الرحلة الغامضة؟ ابقى معنا، فالمزيد من الأسرار ينتظر الكشف عنها. السحر كلمة تحمل في طياتها الكثير من الغموض والإثارة. على مر العصور اجتذب السحر اهتمام البشر، من القصص الشعبية إلى الأفلام والروايات. لكن كيف يتم استخدام السحر حقاً؟ السحر هو فن قديم يستند إلى مجموعة من الممارسات والتقنيات التي تهدف إلى تحقيق تأثيرات غير طبيعية في العالم المادي. يعتمد السحر على الرموز والتعاويذ والأدوات الخاصة. في العصور القديمة كان السحرة والكهنة يستخدمون الطلاسم والتعاويذ لجلب الحظ الجيد أو لدفع الأذى. من الأدوات الشائعة في السحر نجد الكتب القديمة والمخطوطات التي تحتوي على تعليمات دقيقة لكيفية تحضير واستخدام التعاويذ. كما يستخدم السحر الأسود والشموع والأحجار الكريمة لتحفيز الطاقات الروحية. تبدأ العملية عادة بتركيز العقل والنية على الهدف المطلوب. يتم تحضير الطقوس بعناية، وغالباً ما تشمل إشعال الشموع ورسم الرموز السحرية. التعاويذ تقرأ بصوت عال أو تدندن بصوت منخفض، والهدف منها هو استدعاء الكائنات الروحية أو تحفيز قوى الطبيعة. لكن السحر ليس مجرد كلمات وأدوات. إنه يتطلب إيماناً قوياً بقدرة الشخص على تحقيق التغيير من خلال القوة الروحية. البعض يعتقد أن السحر يمكنه تغيير الواقع، بينما يرى آخرون أنه مجرد وسيلة للتركيز والتأمل. في النهاية يبقى السحر موضوعاً مثيراً للجدل. هل هو مجرد خرافة، أم أنه علم لم يفهم بعد؟ هل يمكن للجميع تعلمه، أم أنه يقتصر على ذوي القدرات الخاصة؟ أسئلة كثيرة لا تزال بلا إجابة، لكنها تضيف إلى غموض وجاذبية عالم السحر. ابقى معنا، فالمزيد من الأسرار ينتظر الكشف عنها. في هذا الفيديو سنتحدث عن السحر من منظور علمي بحت. غالباً ما يعتبر السحر مجموعة من الطقوس والخرافات، لكن هل تعلم أن هناك علوماً تدرس تأثير العوامل النفسية والاجتماعية التي تساهم في تصديق الناس لهذه الممارسات؟ الإيحاء الذاتي يعتبر الإيحاء الذاتي قوة نفسية يمكن أن تجعل الشخص يصدق في شيء غير موجود. هذا يعتمد على قوة العقل الباطن وتأثيره على الإدراك الشخصي. التأثير الاجتماعي يمكن أن يؤثر المجتمع والعادات والتقاليد في تعزيز الإيمان بالسحر. كثير من الناس يؤمنون بالسحر لأنهم تربوا على هذه الفكرة. الخدع البصرية يستخدم السحرة الخدع البصرية لإقناع الناس بقدراتهم الخارقة. العلم يوضح كيفية استخدام هذه الخدع بطرق تجعلها تبدو حقيقية.
العلاج بالأعشاب. يعتبر العلاج بالأعشاب جزءاً من السحر التقليدي، لكن الكثير من هذه الأعشاب لها أساس علمي في الطب البديل. الطقوس والرموز. يستخدم السحرة الطقوس والرموز لتوجيه الطاقة الإيجابية والسلبية، ولكن من الناحية العلمية هذه الطقوس تعمل على تركيز العقل وتحفيز الحالة النفسية للشخص. تأثير البلاسيبو. يلعب تأثير البلاسيبو دورا كبيرا في كيفية عمل السحر. عندما يؤمن الشخص بشدة بشيء ما، يمكن لهذا الإيمان أن يحدث تغييرات حقيقية في جسمه. البيولوجيا العصبية. تفسر البيولوجيا العصبية كيف يمكن للأوهام أن تؤثر على دماغ الإنسان وتجعل السحر يبدو حقيقياً. في النهاية، يجب أن نفهم أن السحر ليس سوى وسيلة لفهم تأثير العقل والجسم والمجتمع على إدراكنا للواقع. العلم يساعدنا في فك شفرة هذه التأثيرات ويوضح لنا كيف يمكن استخدام المعرفة لتحسين حياتنا. ابقوا معنا لمزيد من الفيديوهات التعليمية والمشوقة حول مواضيع مثيرة للاهتمام.